مساء الخير. الفيديو ده مش معمول ليا خالص. الفيديو ده معمول علشان اوضح يعني كلام اتقال، كلام مش مصدق ومش صح خالص، وكلام يخص النجمة الكبيرة الأستاذة نجوى فؤاد. الأستاذة نجوى هي كويسة، وهي ست ما قالتش خالص انا مش لاقيه اكل ومعيش فلوس، والكلام ده كله كلام مش مظبوط خالص. كل اللي اتقال ان هي لما كانت بتعمل الانترفيو مع المذيع العراقي كان جايب لها كادو، طرحه، واداهولها في الحلقه وقال لها البسي. وانا هلبسها، نفسي احج جدا ونفسي خلاص مش عايزه بقى اي حاجه تانية خلاص من الدنيا غير ان انا احج وابقى في محراب بقى الدنيا دي وخلاص. بس شوف لي حد وبهزار ياكلني ويشربني، لان هي ست مش متجوزه وما عندهاش دخل صراحه يعني. ولكن مش هتوصل لدرجه ان انا مش لاقيه اكل ومش لاقيه اشرب والحاجات دي، لا طبعا. هي مرت بظروف صعبه جدا في صحتها وفي ظهرها وفي رجليها، صرفت كتير جدا جدا جدا، صرفت ملايين. لما طلبت معاش من نقابه المهن التمثيليه، المعاش مش هياكلها فعلا، ولا هياكلها ولا هيشربها ولا هيعمل لها حاجه. فهي طلبت من وزاره الثقافه ان هي تهيئ لها او تديها معاش يكفيها، او على الاقل معاش يليق بقيمتها الفنيه، او يعرف يمشيها. بس هي الست يعني ما قالتش انا مش لاقيه اكل ولا لاقيه اشرب. يمكن صديقي الصحفي الجميل خالد شاهين خانوا التعبير في الحته دي شويه. وانا كلمتها لان انا تربطني صداقه قويه جدا 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 بالفنانه نجوى فؤاد. نوجه دي حبيبتي وصاحبتي وامي وحاجات كتيره جدا. فانا يعني انزعجت جدا من الحوار ان هي مش لاقيه تاكل. لا، نجوى فؤاد طبعا نجوى ست نزيهه جدا، وست بتحب الحياه وبتحب تلبس وتخرج وتتفسح. فالظروف اللي مرت بيها والظروف الصحيه اللي مرت بيها كان طبيعي ان هي يحصل لها ده، وان هي محدش ساعدها ومحدش وقف جنبها ومحدش دعمها حتى. ففلوسها خلصت، او الفلوس اللي هي كانت حطاها ليها تسندها في حياتها بدأت تخلص. بس انا كلمتها وخليتها تسجل فويس علشان اولا تطمن الناس عليها، وبتوضح يعني الكلام اللي حاصل دلوقتي. وانا يعني خالد شاهين انا بعتز بيك جدا، وانا متاكده ان خانك التعبير في الحته دي. فتعالوا نسمع الفويس ونرجع تاني. يا منونة، أنا صديق الجميل العزيز الغالي خالد شاهين. أنا حصل بيني وبينه مكالمة جميلة جدا وظريفة جدا، وكان راجل مهذب وأكتر من رائع معايا. وأنا قلت له أنت قلت كلام إنك مش لاقية. قلت له ما فيش الكلام ده خالص. أنا عايزة أمنية حياتي أحج وأتحجب وأقعد الحاجة عواطف محمد عجمي، مش عايزة أكتر من كده. وبطالب من وزارة الثقافة معاش كويس يقدر يفتح لي بيتي، لأن أنا غير متزوجة. ده اللي حصل بيني وبينه. والراجل كان منتهى الظرف معايا ومنتهى اللطف. فرجاء أنا كتبت له مسج دلوقتي إنه يصلح اللي كتبه، لأن عيب كده ما ينفعش. لأني أنا اتخذته صديق واتخذته صحفي قيم وله ذات قيمة، وما أعتقد إن هو هيصلح الغلطة الجميلة دي. بس يا منى، شكرا ليك يا حبيبة قلبي.